في البودكاست بتاعنا هنتكلم عن المايند سيت وعلاقتها بالبيزنس وعلاقتها بالماركتينج، وعلشان كده خير مثال ان احنا نجيبه يتكلم معانا في اول حلقه للبودكاست ده عن المايند سيت هو دكتور عمرو حافظ، لانه بيزنس كونسلتنت ولانه كمان MBA هولدر و اونر لاكتر من بروجكت وكوفاوندر لاكتر من بروجكت. عشان كده بنرحب بحضرتك يا دكتور. اخبارك ايه؟ والله فرحان قوي ان انا جبته وان انا معاك في البرنامج. لما بدأت ان انا اعمل فيديوهات سولو كان فكره الفيديوهات بتاعتي اصلا عن المايند سيت، وقد ايه انا عانيت في حياتي بسبب ان عقليتي في اوقات كتير جدا من حياتي وفي مراحل كتير جدا من حياتي كانت غلط. وجهه نظري في المايند سيت ان العقليه هي اللي بتودي صاحبها لحته تانية. دايما الناس بتتكلم عن محمد صلاح وعمر مرموش والناس دي كلها، وحتى حضرتك دايما بتعمل فيديوهات عن لعيبه الكوره زي حسام حسن وزي رضا بعال، وقد ايه دماغهم ودتهم لحتت مختلفه. فانا نفس الكلام برضو بشوف ان كل واحد راس ماله هو دماغه. انت رايح حضرتك ايه بقى في الكلام بص ده؟ انا يعني المايند سيت طبعا مصطلح كترمينولوجي مهم، بس انا ساعات بحب اسهله شويه، بقول عليه مصطلح عالم الافكار. في حد اسمه مالك بن نبي كان بيستخدم المصطلح ده. المصطلح ده مهم في ناحيه ايه؟ هو عالم الافكار. يعني انت حتى لو فكرت الكلمه دي، هي الناس دي بتفكر ازاي؟ هو ده انا بسميها دي الايكون. الناس معظمها لما بتيجي تعمل اي بزنس، اي مشروع، اي فكره، بيبقى متخيل ان هو واقف على فلوس، محتاج بس فلوس وهينفذ 1 2 3 4. ودليل على كده ان انت ممكن تلاقي ناس معاها فلوس وفي الاخر ما تعملش حاجه برضه، او حاجه ما بتنجحش. المشكله في الايكون. الايكون هنا هي عالم الافكار، اللي هي المايند سيت، المصطلح اللي انت بتحكي عليه. هو العالم الافكار ده اللي بيخليك تشوف نقط القوه اللي عندك شكلها عامل ازاي، وبيخليك تشوف مشاكلك عامله ازاي، وبيخليك تشوف التحديات عامله ازاي، والمصايب عامله ازاي، والخسائر عامله ازاي، وبتدي كل حاجه حجمها، ولا بتبالغ في دي ولا بتبالغ في دي. فبيبقى عندك التوازن اللي بتبني عليه كل المشاريع. لذلك عالم افكار مؤسسين الشركات في وجهه نظري هو المصدر الاساسي لهويه شكل الشركه، من نجاح او فشل، او من براندنج او ما فيش اصلا، من اهتمامه بالبزنس او لا. فعالم الافكار ده هو الايكون والسفينه اللي اي حد عايز هيعرف ده راح فين ليه، بص على عالم الافكار. ده راح فين ليه، بص على عالم الافكار. سميه بقى محمد صلاح، سميه بقى اكس، سميه واي، سميه زد، هو عالم الافكار. بغض النظر انت متفق او مختلف. فنقدر نختصرها في ان الوعي او الفكر بتاع الراجل ده تشكل من عوامل مختلفه جدا بالظبط، وصلته لمرحله ان بقى عنده عالم افكار مختلفه. صحيح. عشان كده مثلا تلاقي بيزنس مان كرول شويه مع الموظفين بتوعه، والناس مستغربه هو ليه كده، بس اكيد كان في عوامل مر عليها كتير جدا وصلته لده، وده خلاه ان هو ينجح في ان هو ياخد منصات كبيره وينجح ياخد مشاريع كبيره وهكذا وهكذا وهكذا. البيزنس مان ده هل هو المايند سيت اللي بتكون عنده دي تعليم ولا موهبه؟ مفيش اي حاجه في البيزنس اصلا، اي حاجه وان فاكتور، هي ميكس، هي خلطه. اي حاجه هتقول في الماركتنج اسمها ماركتنج ميكس، هتقول في المانجمنت برضه في ميكس، هي ميكس. فانت لو بتتكلم عن موهبه ولا تعليم، هقول لك هي ميكس. الموهبه محتاجه التعليم جدا، والتعليم محتاج موهبه كبيره جدا. في ناس من غير تعليم حققت حاله نجاح، طبعا، بس ده مش دليل ان الموهبه بس هي اللي انجح. وفي ناس من خلال العلم بقى شكلها ان هي عندها موهبه حتى لو ما عندهاش موهبه، طبعا، بس ده مش معناه انها مش محتاجه الموهبه. فانا مقتنع ان الموهبه والتعليم هما اتنين لا ينفصلان، مفيش فرق بينهم وبين بعض. تاخد نسبه كام لكام، كل واحد ورزقه. في حد ما ربنا اداله الموهبه وما ادالوش الفلوس انه يتعلم، وفي واحد ربنا اداله الفلوس فراح اتعلم فاكتشف في نفسه مواهب فبقى عنده الموهبه والعلم. وفي واحد تعلم غلط. بالظبط، دي بنشوفها كل يوم، وهي دي مشكله. انا احيانا يعني بخاف من حاجتين. ساعات الموهبه لما بتنجح من غير علم بتغرك جدا، تقول ان النجاح ده نجاح ذاتي، وان انت مركز الكون، وان انت الجامد كله في اي حاجه. يعني انا اللي عملت بالظبط. العلم بيعرفك ان انت ولا حاجه، وان انت صغير جدا بالنسبه لناس كتير جدا، فبيبقى مفيد جدا لان تحط موهبتك في حجمها الطبيعي وانك تحترمه. احيانا العلم بيوصلك لمرحله ان انت ما بتؤمنش غير بالفاكتس، 1 زائد 1 يساوي 2. ما تؤمنش مثلا بالرزق، ما تؤمنش بقى ان دي حاجه من عند ربنا، وان ازاي ده بيشتغل وانا ما بشتغلش، ده انا عامل كل العوامل اللي تنجح، فيبقى عندك مشكله. فانا بميل جدا ان الانسان يميل للميكس ده في الحاله المثاليه، الحاله اللي المفروض توصله لنتيجه حلوه، ان هو يبقى عنده العقليه المثاليه عن طريق ان هو يعمل ميكس ما بين الموهبه وما بين العلم. انا مقتنع ان الافراد او الشركات احيانا جدا او سهل جدا انك تنقل واحد من 3.5 مثلا من 10 ل6 أو 7 مثلا، يعني في 3 شهور. اقدر انا اشتغل على شركه ارفعها الKPI بتاعها من 3.5 ل7 في 3 شهور. طب من 7 ل9.5 و10 ممكن تاخد 3 سنين.
المقياس ده انا ليه بقوله؟ لان الموهبه ممكن واحد يلمعها لك يخليك تظهر بسرعه. انت موهبتك كانت 2 فواحد صنفرك كده رحت انت طالع جايب ال7. من غير العلم مش هتقدر توصل لل9.5. ال2.5 دول مهمين جدا، يعني ال2.5 دول مهمين جدا وصعبين جدا ومحتاجين عمل تراكمي رخم جدا. فانت هتعتمد بقى ان الموهبه اديتك البوش ده هتقف لغايه عمرها ما هتزيد. ليه؟ دي حقيقة. لان الانسان يعني لازم يوصل لمرحله ان هو عارف من تعلم علم انه لا يعلم. هي زي ما قلت لك العلم هو مصادر تلقي. يعني دلوقتي مثلا مهندس عبد الرحمن قوي جدا في الحته اللي هو فيها، طب وليه اي دلوقتي دخل عليه مثلا هيعمل معاه ايه؟ لو انت المايند سيت بتاعك مبني على الموهبه فانت موهبتك هتقدم وهيجي حد تاني يركب. انا بدي مثال يعني مش قصدي حاجه بعينها، بس انا مثلا يعني بما اننا برضه بنتكلم مع بعض على طول في برنامج اداره بتاع من الكوره او كوره بتاع من الاداره، احنا كنا بنتكلم مثلا في كام موهبه في مصر ممكن كانت تفوق محمد صلاح كتير. في ناس تقول لك ايه، عندك صلاح جمعه مثلا، عندك صلاح جمعه، عندك ابراهيم سعيد، عندك عمرو زكي، عندك شيكابالا، عندك جمال حمزه، عندك امام متعب، عماد متعب. الاسامي دي كلها اسامي حققت نجاحات وكان عندها اوبورتيونيتي تروح في حته تانيه. هو ايه اللي وقع؟ بص في ناس كتير جدا مش صح تقعد تقول لك ايه مثلا هو ما عرفش يحافظ على الموهبه بتاعته. لا هو في الاصل ما جابش حد يدير له موهبه. محمد صلاح ده مثلا كل الناس بتشكر محمد صلاح المان سيت بتاع، هو المان سيت بتاع محمد صلاح ده يعني هو مش صاحي من النوم انا يا جماعه انا عايز اغير المان سيت ده ما بيحصلش. يعني انا مش عايز اغير المان سيت، لا هو في حد بيدير محمد صلاح. محمد صلاح بيديله فلوس من ارباحه عشان يدير له المان سيت بالنموذج اللي يحقق له اعلى اوتبوت او اعلى انتاجيه من محمد صلاح. احنا عندنا لا يا عم ما نصرفش الكلام ده. خد بالك انت هتقيس عليه في كل اي بزنس. زي ما نرجع لنقطه الموهبه والعلم، انا شايف ان العلم هو الدرع او يعني سماها الدرع او السور اللي بيحمي الموهبه. انت من غير العلم مش هتعرف تحمي الموهبه اللي ربنا اداها. اي موهبه بقى، فلوس، صحه، علم. انا اكتر حاجه بحبها في حضرتك في فيديوهاتك احب المصطلحات بتاعتك جدا، بحس ان هي لا حاجات لازم تتبروز كده يتعمل بيها كتاب كده مصطلحات. مش بجاملك والله، بس هو عايزين نطلع الكتاب ده. في صوره منتشره بقى لها فتره كوميك يعني ان ليفربول هيلعب مع مانشستر سيتي وان ده لقاء المعادي ونجريك. الشيء الاساسي اللي الكل متفق عليه ان عقليه عمر مرموش وعقليه محمد صلاح حاجه محترمه جدا بغض النظر عن ارائهم بقى بعد كده في الحياه، بس عقليه الاثنين محترمه جدا. ولو خدت بالك انا جايب لك السياق ده علشان ادخلك في حته بقى تانية، ان ده من نشأة كادحه او من نشأة طبقه تحت المتوسطه اللي هو محمد صلاح، وعمر مرموش من الطبقه تعتبر فوق المتوسطه او طبقه كويسه شويه. ده برضو في نفس الكلام لو خدناه صناعه البيزنس بيفرق جدا ما بين واحد اتربى يعني بيحاول يبني نفسه من الصفر عبد الغفور البرعي، وواحد تاني خد $5000 في السبعينات عمل بيهم المشروع بتاعك ويقول لك ايه انا كده بدأت من الصفر مع ان بابي اداله يعني. ف رأيك ايه؟ هل النشأة عامل مهم جدا؟ هل ان انا اتولدت ابن غني ثقافتي في دماغي هتبقى مختلفة عن ان انا ابن طبقة متوسطة، ولا الموضوع اللي هو راجع بعد كده انا اتعلمت ايه وعلمي راح فين وصحبتي مين وفكرت ازاي ورؤيتي للاحداث ازاي وهكذا؟ بص ده موضوع مهم جدا ونقطة مركزية يعني تأسيسية. النشأة مهمة، بس أنا في قول ربنا سبحانه وتعالى اللي هو يعني تلك الأيام نداولها بين الناس. يعني أنت الغني مش هيدنه غني ولا الفقير هيدنه فقير. فممكن تلاقي أغنى واحد دلوقتي أصلا هو جده في يوم من الأيام كان راجل فقير. فالمنتج النهائي اللي أنت شايفه غني ده هو ممكن يكون عاش أساسه فقير أصلا. أساسه فقير والعكس صحيح. ممكن تلاقي ناس أغنياء جدا افتقروا نتيجة المايندسيت اللي بتحكي عليه بقوا فقراء جدا. في واحد من العيله دي برضو عايز يطلع تاني وكان عارف انت انا جدي كان باشا وابويا كان جلاشه يعني الجو اللي احنا بنعيشه ده. فالنشأة هي مهمه وتأسيسيه بس في نقطه هو النشأة بتاعتك. انا دايما بقول انت ممكن تعلم اي حد اي حاجه الا الطموح. يعني تعلمه اي حاجه الا انه يبقى عنده طموح. هي الفكره ان انا بقول لما تبقى محتاج ايا كان بقى احتياجك انت غني او فقير، يعني هنا كلمه الغنى والفقر دي اصلا امر نسبي. صحيح. لما بيبقى عندك احتياج بيبقى عندك دافع انك تجري ورا الحلم بتاعك. يعني انا بقول ان محمد صلاح لو هنسالك بس على محمد صلاح ومرموش ده، لا انا شايف ان مرموش اصعب من محمد صلاح. اللي اتولد في النعيم صعب ان هو يبقى عنده طموح اكبر. وانا اصلا مش محتاج يعني انا ليا ناس صحابي كتير وانا وانت واحد منهم. هو شايف ان حياته طول ما انا مغطي التزاماتي انا مش محتاج حاجه صح. وهي رغم الجوع انا بقول دايما هي ما بتدومش. واحنا هنا ما بنتكلمش على الفلوس، هي مش قصه فلوس، هي قصه ان ربنا مديك موهبه انت ليه ما بتجيبش اخرها. صحيح. انت ربنا مديك ريسورس انت ليه ما بتجيبش اخرها.
ما انت لما بتشتغل وبتفتح مشاريع وبتكسب بتقلل نسبه البطاله وبتفتح بيوت ناس وبتقلل نسبه اجرام، وربنا بيبارك لك في مالك وبيبارك لك في اولادك. مش ده بيحصل؟ ونفس الكلام برضه لو انت مش محتاج ومعاك فلوس كتير جدا وقاعد على القهوه وعمال تاكل وتشرب واهلك بيصرفوا عليك، طب ما انت مضيع فرص الفلوس دي ان الناس تشتغل معاك وربنا يفتح بيوتهم وتاخد ثواب. ممكن يكون ابن الغني مرفه والغنى دوت ما يدومش ويروح زي ما حضرتك بتقول، وممكن يكون ابن الغني ده لا هو استفاد، اتعلم من ابوه، شاف ابوه قدام منه، شاف ابوه بيعمل ايه فاتعلم وبقى حلو وكمل ووصل. ودليل على ذلك فاميلي بيزنس كتير جدا في مصر كان مشروع قد كده ولما الابناء مسكوهم بقى قد كده، لان هم فعلا خدوه بقى مع التطور الموجود وقلبوها. بس ده فرق في عقليته اللي انا بتكلم فيه، ان ده فرق في المايند سيت بتاعته. صحيح. ان هو اتولد في الحياه اليوميه بتاعت البيزنس على عكس ابن الموظف. الطبيعي هنا ان هي فكره، هو النشأة في اي حته في الدنيا في اي حاجه هي اصلا اساس كل حاجه. لو تسالني على راي شخصي، يعني انا مثلا بقول انت مش محتاج تعلم ابنك ان هو يحب الفلوس او يكرهها، انت عايز تعلمه هو ايه الحلال ازاي وايه ده؟ الحرام. ده الاهم. ده الاهم فعلا. طبعا، يعني يعرف ايه الحلال وايه الحرام، ويعرف ان الرزاق ربنا، ويعرف ان مجهوده ده غيرك بيعمل قده 10 مرات وربنا مش كاتب التوفيق، وممكن يعمل اقل وربنا يكتب التوفيق، وان الرزاق ربنا وان في توفيق، وان الفلوس بتاعته دي ربنا قال ان في 2.5% مش بتوعك بتوع الناس، وان انت تبقى كريم وانك تعمل كذا. انا في احد الاوقات لما كان عندي مشروع حضانه يعني كنت حابب فكره كنا عاملينها اسمها شيرنج داي. كنا بنجيب الاطفال وهم صغيرين عندهم سنتين ونص 3 سنين، نخلي كل ام تجيب حاجات توزعها على كل الاطفال في الحضانه، وابنها نفسه هو اللي بيوزع بايده. ليه؟ لان شفنا صفه ان في احد الاطفال ان هو كان بخيل ومش عايز يدي لحد حاجه، فحبيتوا تعلموه المشاركه. بقت كونسبت في الحضانه، بقت كوتشر كامل، وبقى كل خميس كل ام بتاعي كده، بقت الام فرحانه جدا بالفاليوز ان اولادها او القيم اللي هي بتتغرز. فهي النشأه مهمه، هي نقطه، لكن في الاخر الطموح ما حدش بيعلمه لحد. انت ممكن نشأتك تبقى فيها كل الموارد المتاحه وانت مش عارف قيمه الحاجه دي فتضيع منك. عشان كده كان جدا الله يرحمه بقى بنسيته يقول لك لو اشتري من وارث مش من غارس. ليه؟ مش حاسس بقيمه الحاجه. مش قيمه الحاجه. الغارس تعب في الحاجه ماشي، تعز عليه وهو بيشتري، تعز عليه وهو بياخدها منك، فاشتري غالي عليه مش عارف قيمه الحاجه. فانت لو نشأتك هتفيدك في انك تعرف قيمه الحاجه كويس، لو نشأتك فيها فاسيلتيز وفيها دعم ليك وتسهيلات تخليك تستغلها انك تبقى افضل والاجيال اللي بعدك تبقى افضل كويس. لكن الخطر كله ان انا اعيش في زون ان انا مظلوم وان انا ضحيه لو نشأتي مش احسن حاجه، او ان انا اعيش ان انا جامد ومركز الكون لو عندي رفاهيه مبالغ فيها ومتخيل ان ده اصلا مش محتاج حاجه اشتغل ليه. لو حبينا نلخص الجزء بتاع النشأة ده، سواء كنت ابن غني او ابن فقير او ابن طبقه كادحه او طبقه عاليه او طبقه متوسطه، ايا كان انت ابن اي طبقه فيهم، انت المفروض اول حاجه تبقى فاهمها الحلال والحرام. صحيح. ده قبل اي حاجه. ده رقم 1. رقم 2 تبقى فاهم ان توزيع الرزق ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وبيبقى فيه حكمة دايما من كل حاجة. مش عايش غير السعي، عليك انت السعي وخلاص وتستنى النتيجة، ومش شرط النتيجة تيجي قريبة. صحيح. رقم 3 لو انت ابن أغنياء، انت تستغل كل الموارد اللي معاك ان انت تتطور وتطور نفسك وتطور اللي جاي بعد منك. بما ان احنا بنتكلم في الاداره بشكل عام، وبما ان احنا قلنا في الفتره اللي فاتت ابن الفقير وابن الغني، يعني والفقير ده جمله نسبيه طبعا. اغنى واحد ممكن تلاقي حد اغنى منه فتلاقيه افقر من اي حد. فاحنا اتكلمنا عن نشأة، هل النشأة بتفرق في ان الشخص ده يبقى معاه فلوس او حالته ميسره يعني وعنده درجه ما من الدخل مغطي احتياجاته او من الدرجه الرفاهيه. فانا وانت قعدنا نفكر، طيب هل بقى النشأة الأب والأم ليهم دور في إدارة عالم أفكار الطفل في زيادة وعيه عن الإدارة المالية؟ يعني أنا ممكن يكون معايا فلوس كتير وكل اللي ابني عايزه أنا بجيبه له، متخيل كده أنا بعمل حاجة كويسة زي ما قلنا في الهشاشة النفسية، وممكن أكون كده بدمره. هل أنت شايف إن الإدارة المالية كفكرة يتدرب عليها الأطفال ويتعلموها إن كنت أنت من دخل مرتفع أو متوسط أو فقير مهمة، ولا شايفها إزاي؟ انا الصراحه من اقوى الفيديوهات اللي اتفرجتها لحضرتك في الفتره الاخيره، حسيت ان رتم الفيديوهات خد منحنى قوي جدا، يمكن اكتر من اللي قبل كده، اكتر كمان من الاداره في الكوره، اكتر من حاجات كتير جدا. الجزء اللي حضرتك اتكلمت فيه عن الاداره الماليه للاطفال وعن الهشاشه النفسيه، وقد ايه فعلا النشأة دي بتأثر جدا في ان انا ابني دوت ممكن يطلع مرفه ماليا ولا لا. التربيه اللي احنا اتربينا عليها كان فيها جزء كبير جدا حرمان ايجابي، اللي هو انت تبقى عامل حساب بعدين، زي ما انت بدات كده من شويه، ان مفيش حاجه دايما. ان انا ممكن النهارده هبقى باكل لحمه كل يوم، بكره الفلوس مفيش فلوس هاكل عدس.
هاكل فول، هاكل ايا كان. تاني حاجه والدتي كانت بتعملها حلوه جدا، ان يبقى في جزء مادي كده متعان عشان اعمل حاجه في حياتنا، عشان البيت دوت نبني شقه ليك، نبني شقه لاخوك، نبني كذا. على عكس انا كنت بشوف ابهات تانية وامهات تانية كانوا بيخرجوا اولادهم، كانوا بيفسحوا اولادهم، الحاجات ده كله، بس الابن ده، وده انا شفته بعيني، ما اتعلمش ابدا انه يحافظ على مال خالص. مش معنى كده ان اللي بيخرج ولاده ده غلطان، بس بتوازن. فانت عاوز ان انت تعيش ابنك مبسوط ماديا، الطلبات مجابه، مفيش مشاكل، بس في نفس الوقت لازم احيانا تحسسه بان دوت مش موجود. انا النهارده صرفت عليك، بكره انت مفيش فلوس، بعده انت مفيش فلوس، بعده لا في تاني عادي. فده موجود وده موجود، وانت لازم تعلمه بقى ان الاتيتيود بتاعه يبقى كويس جدا اثناء ده وده. طيب ده هيطلعه بعدين عارف ان الايه، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. ودي حاجه استفدتها من والدتي ودايما بحبها، وانا ممكن اكون بكرهها في نفسي حاليا ان انا مش بعملها مع اولادي، بس فعلا 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 اثرت معانا كعبد الرحمن، ان انا بحاول بقدر الامكان اعمل حساب الظروف. اول ما فتحت البروجكت كنت عاوز اخرج من القوقعه دي، من قوقعه القرش الابيض بينفع، فكل حاجه كان نفسي فيها اروح اشتريها في البيزنس. كل حاجه رحت اشتريت سبورات ذكيه 2014 محدش كان جايبها في مصر كلها، وسبورات عملاقه وتاتش ومش عارف ايه. طب ده فادني ازمه ولاد الناس بالظبط. تعمل موضوع انه شقته، انا هجيب احلى حاجه في الدنيا هنا. بالظبط. كانت والدتي يا تفضل تقول لي، كنت انا لسه ساعتها في البيت يعني، فتقول لي يا ابني حرام عليك يا ابني، حاول تخلي فيه قرش، حاول بكره الظروف الله اعلم بالظروف، مش شرط تجيب الشاشه العملاقه دي، مش شرط تجيب تكييفات دلوقتي، ابدا بمراوح، ابدا مش عارف. على عقليه الست البسيطه اللي من الارياف الموظفه في الحكومه. بس برغم كده العقليه دي لما انا طبقتها بعد كده في شغلي، عرفت امتى اغامر، امتى اضارب في الحاجه اللي انا هعملها، وامتى ان انا اعين القرش الابيض عشان ينفع اليوم الاسود. دي نقطه. فدي نشأة. على عكس ده برضو يرجعنا للطفل المرفه اللي هو ممكن خلاص بقى انا ابن باشا، انا اصرف اللي انا عاوزه. صحيح. طب ما بابا تاني يوم مات والمشروع شغال، بيجيب لنا 50,000 جنيه، بيجيب لنا 100,000 جنيه، بيجيب لنا مليون جنيه، جيت صرفت كل ده، بعد فترة مفيش فلوس، بقيت فقير تاني. انا يعني ايمانا يعني بكلامك ان الاداره الماليه عند الاطفال دي حاجه مهمه جدا، او عند البيوت عامه، وان هي تبقى مدركه ان هي اسمها اداره. يعني هي اداره، ما هي في اداره. هي الفكره فكره ان احنا لما بنواجه مشاكل في الشركات نلاقي سي او تحتيه ناس او في هيكل اللي هو متعود ان الفلوس مالهاش كلمه، فهو بيصرفها بلا وعي. دي حقيقة. او ما بيصرفش اصلا لانه شايف ان الادخار هو الوسيله الوحيده للنمو، وده غلط وده غلط. لكن لو هو فاهم ان هي في اداره، فهو هيصرف في المكان الصح، ويحوش للحاجه الصح، ويشتري الاصل في وقته الصح. ده اهم بكتير جدا. لذلك فكره ان احنا متخيلين ان الاداره الماليه برضه، يعني اختلافا معاك في وجهه النظر هنا، ان هي الحرمان، انا ما اقصدش كده. الحرمان اللي جابي، وممكن يكون في حرمان اللي جابي انا قلت لك توازن. انا ايه بقى اداره؟ هي الاداره ايه اصلا؟ سبحان الله، استغلال الموارد لتحقيق اعلى درجات كفاءه واعلى درجات انتاج باقل موارد. لو رجعت لاول الحلقه بقول لك هي دي العقليه اللي مبنيه على علم، ودي العقليه اللي مبنيه على خبره وموهبه. ان انا لما فكرت في الموضوع فكرت والدتي كانت بتعمله ازاي، او كان في حرمان ايجابي. انت على فكره وهكذا عندي حته حلوه قوي في موضوع الموهبه الموهبه والعلم. النقطه دي مهمه يعني في وجهه نظري، ان الموهبه انت ممكن تنجح بيها، بس ما تعرفش تعمل شير بيها لحد، ما تعرفش تعلمها لحد. يعني مارادونا هو من احسن الناس لعب الكوره في العالم، بس هو كمدرب او واحد عايز يعلم حد ازاي انا كنت بعمل كده ما عرفش. جوارديولا ممكن ما يكونش احسن واحد كان بيلعب كوره، او مورينيو ما لعبش كوره اصلا، بس عنده ايه؟ الميثودولوجي، عنده العلم، عنده الفكره، عرف يخليها شيرنج مع اكتر من فريق ينجح بيه. وهو ده انا بقوله بقى، ان تبادل المواهب للاجيال المختلفه محتاجه ان يكون حد من المؤسسين عنده ايه؟ عنده علم فعلا، ان ازاي ينقل الموهبه دي اللي عنده او عند حد تاني، او هو خدها من حد لاجيال مختلفه بشكل كبير. لذلك هنا الاداره الماليه مش عمرها زي ما قلنا في البيزنس هو ميكس. الاداره الماليه مش وان واي، مفيش حاجه اسمها ايه نعلمهم الادخار وان القرش كده غلط. مش ده بس المطلوب. يبقى في توازن. انت بتواجه مشكله كبيره كشركه ماركتنج ايجنسي، ان بيجي لك واحد يقول لك انا عايز اصرف 2000 جنيه بس في الشهر، وعايز ابيع ب 2 مليون جنيه في الشهر. ازاي يا عم؟ ازاي هتدفع؟ لا، ما هو ده بقى انت نشأته ان هو مقتنع ان انا كل ما هقلل في الصرف كل ما هكسب. يعني هي دي المشكله احنا بنواجهها، ان الناس نتيجه نشأتهم. يعني زمان واحنا بنعمل المشاريع مع الاطفال كان بيقول لك في واحد ممكن يبقى ابن غنيه في حاله الطفل. لا بقول لك على حاجه معلش، في واحد ممكن يبقى ابن غنيه بس ابوه بخيل. صحيح.
مش بحرمان ايجابي اللي انا كنت بقوله اللي هو الحرمان الايجابي التوازن، لا ده بخيل اللي هو. وانا اعرف ملياردير كنت بخش بيتهم قسما بالله مفيش كوبايه شاي، والله العظيم عياله مفيش ملياردير، والله ملياردير. طبعا عشان كده هي فده ده هيخليه لما يكبر هيبقى زي ما حضرتك قلت 2000 جنيه عشان تجيب لي 2 مليون جنيه، لانه بخيل. صحيح. واحنا كنا ذكرناه في في الحلقات السولو عندي قبل كده، العميل البخيل. صحيح. وهنا نرجع لنقطة إن إحنا محتاجين نزود وعي الطبقة المتوسطة اللي إحنا كلنا منها في زيادة وعيهم بالإدارة المالية للأطفال. إن هم يشوفوها في البيت، يشوفوها في إن إحنا بنعمل ده ونضحي بده عشان خاطر ده، وبنعملها إن إحنا في جملة كان بيقولها يعني زكي اللي هو المدخرون هم الخاسرون. ماشي، أنت في فرق بين إنك بتدخر وبيجي تعويم أو غيره راح جاي مضيع لك اللي أنت دخرته. المفروض تبقى في عامل توازن، وانت عندك ادخار وعندك استثمار وعندك معدل صرف، ومخلي ابنك عينه مليانه، ومخلي ابنك مش ناقصه حاجه، ومخليه دايما مش بتدلع ولا هش. اول ما حد ما يهتمش بيه الاهتمام اللي انت بتديهوله يطلع مقموص ويضرب بوزه ويخش الاوضه ويقفل على وش الباب. فبالتالي لما يفتح شركه والموظفين ما تدوش دورة الاهتمام يرفضهم كلهم، او هو الموظف يشتغل شهرين ويسيب الشركه ويمشي. السيناريو ده كله احنا عايشينه ليل نهار. لذلك انا كنت بقول لك لما كنت بشتغل على موضوع مشاريع الاطفال دي كانت في جمله مهمه قوي، ان اول 5 سنين في حياه الطفل وأهم 5 سنين في حياته. ليه؟ بيسموه العقل الممص. هو بيمتص كل الصفات اللي هو عايزها، وممكن من كرم ومن جدعنه ومن شهامه او من نقص او من بخل او. لذلك حياه الطفل لو احنا غرسنا مبدا الاداره الماليه مع المعاني والمفاهيم اللي انا وانت اتكلمنا عليها، اللي هي بركه ربنا والتوفيق وان السعي وان المعيار مش معيار فلوس، وان معيار رزق من ربنا، وانك ترضى باللي ربنا كتبه لك وتسعى وتحمد ربنا على كل حال. هو ده الاهم، لان ده في الاخر اللي هيخلي ربنا يرضى عنك. اللي هو انا في وجهه نظري يعني لما تخش التربه وتتقفل عليك هو ده اللي هينفعك. فانت في الاخر معاك فلوس عملت بيها ايه؟ طب مش معاك فلوس سخطت ولا عملت ايه؟ طب انت معاك فلوس كسبت كام واحد منك؟ المعاني دي احنا فعلا دي اللي احنا محتاجين نعلمها لاولادنا، يعني في وجهه نظري، او في النشأه، او في فكره يعني ايه اداره ماليه. لان فعلا هو ده اللي هيوديه ان هو يبقى متزن ماديا كعقليه لما يبقى صاحب بيزنس، او لو حتى موظف هيبقى عارف امتى يصرف على ملذاته، وامتى يصرف على امتى يطلع عمره، امتى يروح يفسح عياله، امتى يخلي فلوس عشان خاطر لو حد جرى له حاجه، امتى يروح يستثمر مع واحد صاحبه وفتح بيزنس عشان هو ربنا مش نايم عليه بموهبه ان هو يدير بيزنس. صحيح. حاجات زي كده كتير، فهي فعلا بتفرق جدا. مهم اول نقطه. عاوز بس اعمل انسيرت بسيط كده. كان ابني من كام يوم ولد زميله في المدرسه خد منه كان معاه حاجه حلوه ضاعت منه، فواحد تاني كان معاه نفس الحاجه الحلوه بس بتاعته، يعني هي بتاعته مش بتاعت الولد التاني بس هي نفسها. فابني راح عامل معاه ديل، قال له بقول لك ايه، انا معايا دي اخدها منك مكان دي. فالولد وافق، راح ابني اداله اللي معايا وراح مديها، قال له راح لصاحبه قال انا لقيتها، وراح مديها له لصاحبه اللي هي ضاعت منه، راح اديها له قال له انا لقيت اللي بتاعتك، رغم ان هو مش له علاقه بده. بس كان راجع يوميها بابا انا قلت حاجه حلوه وعاوز يعيط. بس هو الشاهد من هنا ان هو اكيد شاف في البيت عندنا بطريقه ما ان حد، او حتى ممكن يكون شافها في المدرسه او شافها عند قرايبنا، ان حد من العيله اثر على نفسه وابتدي ان هو يدي الشيء بتاعه مقابل ان هو يراضي الاطراف بطريقه ما. انا تخيلت ساعتها ان ابني لو حصل نزاع ما مستقبلي في شغله يعرف يعمل حاجه تراضي الاطراف بطريقه لذيذه جدا من غير ما يكون حد زعلان. بص انا مش عاوز اظلم حد، بس انا يعني الفيديو الهشاشه النفسيه ده انا لما اتفرجت عليه عمل لي مشاكل الفيديو ده على فكره. الفيديو ده عظيم والله العظيم عمل لي مشاكل جامده جدا. كل واحد يقابله انت قصدك عليا، اقول له يا عم والله العظيم ما قصدي عليك، انا اعرفك. طب انت بتقول ليه كده؟ قال لي والله انت قصدك عليا، كنت قاعد معاه امبارح قلت له يا عم والله ده. انا مش هصور تاني. انا شايف ان الفيديو ده زي ما حضرتك بتقول دايما، معلش هسرق المصطلح بتاعك، تاسيسي. بامانه انا تعرضت ليه الفتره اللي فاتت، تعرضت ليه كصاحب بيزنس مع بعض الموظفين، هم اخواتي كلهم وكل حاجه وانا بحبهم. بس فعلا الهشاشه النفسيه ده محتاج تبروز. ليه؟ لانه تكمله للنشأه الماديه والنشأه العقليه. لان حضرتك برضو شاورت، احنا كنا بنتكلم على النشأه الماديه والاداره الماليه والكلام ده كله، بس حضرتك شاورت البعد تاني اهم، هو ان انا مش بالضروره بكون بعلمه اداره ماليه بس، لا ده انا بعلمه سلوكيات كمان، سلوكيات في الحياه، وبتخلي ابني يطلع في حته احسن. فالهشاشه النفسيه ده نفس تقريبا على نفس السيكونس، ان ابنك انت بتشكل له بقى الوعي والعقليه، عشان ما نخرجش عن المايند كاست. انت بتشكل له الوعي والعقليه، فعملت الاداره الماليه ده
هل هيطلع صاحب بيزنس كويس ولا لا. الجزء التاني بقى، هل هيطلع اصلا بني ادم سوي ولا لا. الهشاشه النفسيه ممكن يطلع صاحب بيزنس بس عنده هشاشه نفسيه. يعني احنا لما حضرتك اتكلمت في الفيديو كنت بتتكلم على الموظف اللي عنده هشاشه نفسيه، واللي انا ميدها للغايه يعني الصراحه. وكمان ممكن يطلع صاحب بيزنس عنده هشاشه نفسيه. يعني ممكن يكون صاحب بيزنس بس ما بيعرفش ياخد قرار لوحده، لازم في حد تاني ياخد له القرار. مش عيب بس مش دايما. يعني انا شايف انت صاحب بيزنس لازم تبقى عارف في بعض الاوقات طبعا لازم تستشير، او في اغلب الاوقات لازم تستشير حد يوجهك، مش عيب يعني. هات منتور بالظبط. بس هيبقى العيب ان انت لما بتقع في موقف بسبب ان انت عندك هشاشه نفسيه كصاحب بيزنس، انت والمنتور ده مش موجود، هتعمل ايه؟ انا بشوفها ان هي حتى كصاحب بيزنس لا ممكن يتنقل لنا هشاشه نفسيه بسبب النشأة. يعني مثلا ممكن الواحد صاحب بيزنس الهشاشه النفسيه مش بس في قرار، ممكن الهشاشه النفسيه دي في معاملته مع الموظفين. انت تعريف الهشاشه النفسيه بالنسبه لك مش معين. انا بالنسبه لي الهشاشه النفسيه ان واحد اتربى بطريقه مش احسن حاجه، مش بسيل التربيه يعني، بس مثلا وليكن اترفه في اوقات كتير قوي كان المفروض يتعامل فيها بجد. زي ما كنت بقول لك كده، احنا كان في اوقات كتير قوي بنبقى قادرين ناخد بس كنا بنتعلم الحرمان علشان خاطر نتعلم ان في يوم اسود. لكن الهشاشه النفسيه ده او اتعلم دايما ان هو اللي عاوزه بياخده، ان انا دايما شايف ان انا رايي هو صح. تلاقي دايما البيت بيأيده في اي حاجه صح او غلط بيأيدوه. فده بيوجد مجموعه من الناس هو بخيل احيانا. ده جزء برضه من الهشاشه النفسيه. هو اتعلم ان هو اناني، زي ما حضرتك قلت من شويه ان احنا كنا بنعلم الشيرنج. لا هو بسبب ان هو اتربى غلط فعنده انانيه. فلما حد يجي يقول له ايه انت ليه مش عاوز تطلع فلوس، انت مش عاوز، بيسيبه جزء كده من الهشاشه النفسيه. لا انا مش بخيل، لا انا مش كسب. تاني حاجه اتعلمش ان هو يدير ماليا كويس، ده جزء بيسيبه الهشاشه النفسيه. تالت حاجه اتعلم ان هو رايه فوق الجميع، انا دايما صح. فلما بيجي موظف والمدير بتاعه يعدل عليه او يجي يساله على التاسكات بتاعته، انت ما سلمتش التاسكات بتاعتك ليه، زي ما حضرتك قلت، فتلاقيه عيط عشان عنده هشاشه نفسيه. هو انا ليه بيسالني كده، هو انا ليه بيكلمني انا، هو انا ليه، انت مش محور الكون وانت مش محور العالم. وانا مش عدو يعني بالنسبه لك، يعني انا راعي، كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته، وانا من حقي ان انا اسالك. ممكن يكون موظف سوي نفسيا جدا لكن البيزنس اونر او المدير بتاعه هو اللي مش سوي نفسيا، هو اللي عنده هشاشه نفسيه. هو اللي ببقى شايف كمدير انا الموظف ده بيتكلم ده بيهني، ده يقصد مش عارف ايه، وهو رغم ان الراجل بيتكلم معاه عادي بس مثلا قال له ايه احنا شايفين ان الحاجه دي تتعمل بالطريقه دي احسن، ده بيعدل عليها قدام الموظفين، ده مش عارف ايه، وده بيصيبه برضه جزء من الهشاشه النفسيه. حضرتك اتكلمت عن الهشاشه النفسيه عند الموظفين، عاوزك بقى تكلمني على الهشاشه النفسيه عند المديرين، وبرضه لو عاوز تتكلم في الموظفين زي ما انت عايز. بص اقول لك حاجه، الهشاشه النفسيه دي اللي عامل لنا مشكله يعني. في كام كتاب كده ممكن تبقى موجودين في الكومنت بتاع الحلقه نقدر نقول للناس عليهم، حلو ناس جدا. مشهوره يعني. الهشاشه النفسيه انا شايفه منتج طبيعي نتيجه الحياه الراسماليه اللي احنا عشناها في ال 40 50 سنه اللي فاتوا، اللي هو مفيش درجه من الجلد في اي حاجه، وان الانسان مركز الكون. دي نظريه اصلا ان هو اله الكون، ان هو ما ينفعش حد يزعله وبتاع. فالهشاشه النفسيه دي هي فيروس بيضرب علامه الافكار، كنت موظف او كنت صاحب الشركه او كنت بنت كنت ولد كنت صغير كنت كبير. هي يعني عارف انا بيحصل معايا موقف كتير صعبه، فالناس تقول لي يا اخي، اقول له عادي. يقول لي ازاي عادي؟ اقول له عادي. هو انا دايما بشوف ان فاكر لما كنا بنتكلم في درجه المرونه، انك تشوف كل حاجه عادي. انك تشوف مثلا ان مديرك بيزعلك حتى لو هو راجل وحش، ده عادي. وانك ترد عليه بشكل مؤدب وكويس، ده عادي. او تتخانقوا مع بعض، ده عادي. او ان انت تبقى صاحب بيزنس وعندك مشكله في انك انت مش قادر تستحمل ضغوطات البيزنس. على فكره انا دايما بشوفها هشاشه، يعني انت مش قادر تستحمل الضغط. هو ده تصوري انا. عندك مشاكل مع الضرايب والحكومه والموظفين ضاغطين عليك والتصرفات والمشروع واقف. فانا بقول ان كل انسان طاقته مختلفه عن التاني. فانت لو عندك درجه من المرونه والوعي في النشأة بتاعتك، او انت متدرب على ان ده عادي، او ان انت حاطط كل واحد في مكانه عادي كصاحب بزنس، درجه الهشاشه عندك مش هتبقى كبيره. هو انا ما ينفعش مثلا اكون بعمل مشروع صرفت عليه 4 مليون جنيه، ولو كنت اديته للمهندس عبد الرحمن كان عامل 2 مليون جنيه، واجي اقول لك على فكره انت ضيعت 2 مليون جنيه، تقول لي لا عادي، ده مش حاجه يعني. دي مش مرونه، دي سلبيه. ودي هشاشه. فانت تتقمص من كلامي وتزعل ان انا بنتقدك وان انا بقول لك انت خسرتنا 2 مليون جنيه، فتقول لي لا ده عادي. لا ده مش عادي. لما تكون موظف بتاخر الديدلاين بتاع اي تاسك عليك، او ان انت مش عارف يعني ايه مسؤوليه المكان اللي انت فيه، وحجم الناس اللي بتخسر في الشركه وبيوتها مفتوحه من القرارات، تقول لي لا عادي، هو المفروض انتوا ما تزعليش كده وما تكلمنيش كده. على فكره هو الطبيعي ان احنا نتخانق مع بعض، يعني الطبيعي ان احنا نزعل بعض، الطبيعي ان احنا مختلفين. مش الطبيعي ان انت تتقمص وارجع للجمله اللي قلت في الاول، تخش اوضه في على الباب وانت صغير، هو اللي انت عملته وانت كبير، وانت صاحب الشركه او وانت موظف. وهو ده الدرجه اللي ايه
معظم امهاتنا الطيبين وقعوا فيها، ان هو انا مديها لابني درجه اهتمام كبيره جدا. حضرتك مش تقصد قبول الاهانه، ما لا، تقصدش كده خالص. خالص، عشان بس الكلام يعني في بعض الناس هيودوا بص، هيودوا يعني الموضوع لقبول الاهانه. هو ده الهشاشه بقى. بالظبط، ان هو ان هناخد انا الموضوع باتجاه غير الاتجاه اللي أنا قصدي لكن عليه. احنا بنتكلم على الاختلافات اللي بتحصل في العمل. ان بص، انا ممكن يكون مديري جالي فكلمني بحده، انت ازاي ما خلصتش ده، يعني انت ازاي مثلا انت بيزعق لي، انا وانت طب كسبنا يعورني. 100,000 جنيه مم. هنجمع الموظفين ونوزع عليهم ورد؟ لا يا جماعه طبعا. كل واحد تاخد ورده من هنا عشان طبيعي هتبقى مستاء جدا. انت كموظف لو شغال معايا ولقيتني خدت الديسيجن ده، تبقى انت متخلف. لو كملت معايا دي مش محتاجه كلام، انا اصلا مشوه، يعني انا انسان مريض كده، انا لازم اتعالج، ما ينفعش تكمل معايا اصلا. فهي الفكره فكره ان ضغوطات الحياه بقت صعبه جدا. بص، انا هجيب لك الموضوع من وجهه نظري بشكل اكبر. الرأسمالية قالت للناس ان الرفاهيه والجنه موجوده على الارض، وبعد كده اكتشفوا ان الحياه صعبه جدا مطحنه، وان انت مش هتستحمل غير لما كل اللي في البيت يشتغلوا من هم عندهم 10 سنين. فلما قالت في الاول ان خلاص لازم نبقى موفهين ومحدش يكلمنا واحنا مش محتاجين حاجه من حاجه، والاستهلاكيه وخليك مبسوط وسعيد، ولما واجهنا ان في الحياه لا، وان انت لازم تنزل تواجه وتعمل، فالعمليه بقت معاييرها مختلفه. الناس ما بقتش عارفه طب وانا يعني المفروض اعمل ايه هنا، المفروض اعمل ايه هنا، المفروض اعمل ايه هنا. فبدا يفتح ناس مشاريع هم اصلا مش اهل انهم يفتحوا البيزنس ده. ودي جمله انا بقولها دايما، مش كل الناس ينفع يبقوا اصحاب بيزنس. وبقى في موظفين بيشتغلوا في بيزنس هم اصلا ما ينفعش يبقوا شغالين موظفين، زي مش كل الناس ينفع يتجوزوا يعني على طول، لازم يتدرب الاول ويفهم الدنيا ماشيه ازاي. لذلك انا بشوف ان الهشاشه النفسيه دي هي المركز اللي عمل ازمه وكان سبب في انهيار معظم بيزنس الطبقه المتوسطه. لو حبينا نقول حاجه عكس الهشاشه النفسيه، نقدر نسميها نضج العقليه مثلا، او نسميها درجه المرونه العاليه. درجه المرونه العاليه. بس انا حاسس ان درجه المرونه العاليه دي جزء من النضج. التعامل مع ما هو انت اعتقد اللي هو ناضج هيبقى مرن، بس مش شرط ان هو يكون مرن يبقى ناضج، زي ممكن يكون مرونه سلبيه. المرونه، النضج، الهشاشه النفسيه دي كلها مصطلحات اسمها مصطلحات قلقه، يعني كل واحد فينا هيفهمها بطريقه مختلفه، زي الثقافه كده، معنى مش هينفع تمسك له ماسكه واحده. فانا بقول تصوري انا عن الهشاشه النفسيه، او تصوري انا. طيب عشان برضو يعني انا حابب ان انا اخدك الحته، عشان انا هقول لك عليها. يعني ممكن يكون بعض الناس اللي قالت لك انت تقصدني انا وانت مش عارف ايه، هو خد الموضوع نفسيا اصلا، وما خدش الموضوع هو حساس اصلا. لا، هو خد الموضوع ان انت بتتكلم من حته نفسيه. لا، حضرتك بتتكلم من بعد اكبر. طبعا انا بتكلم من نشأة، بتكلم من اداره ماليه، بتكلم من اهل ربوا وعرفوا يربوا، بتكلم من ولد عرف يكون سيد قراره في المدرسه ما يخليش حد يتنمر عليه، بتكلم عن واحد عرف يواجه بسبب ان هو اتربى كويس، بتكلم عن حاجات زي كده كتير. فبالتالي عرف ان هو يكون موظف كويس، عرف ان هو يكون مدير كويس، وحاجات كتيره جدا. وكلنا مشوهين، خد بالك، بدرجات. يعني انا بشوف دايما ان كلنا عندنا تشوهات نفسيه بس بدرجات. انا وانت مثلا قابلنا ناس واشتغلنا معاهم اكيد يعني. الناس دي زي ما بيقولوا كنا عيش ملح مع بعض في طبق واحد، وعزينا بعض واحترمنا بعض وكل حاجه، وفي الاخر نتيجه موقف ما انا غلطت فيه او هو غلط فيه، انا كنت مندفع فيه او هي كانت مندفعه فيه او هو مندفع فيه، خسرنا بعض. وهو الموضوع مش كده، هو انت ليه نسيت لي كل الحاجات اللي انا عملتها معاك ايجابيه لو كانت ايجابيه، والمفروض تعدي لي ده وتاخد ده بدرجه من التوازن والمرونه ان الامر عادي. لكن انت بتقف عند نقطه معينه تقول لا كرامتي محور الكون، هي محور الكون. انا لازم يا عم ايه ده بس. وكلنا على فكره، وكلنا وارد ان احنا نقع في ده. هي دي مش حكر على حد. انا شفت امهات كتير كل ما ابنهم يعمل مشكله تقول بقول لك ايه ابعد عن ده، ما تكلموش تاني. بقول لك ايه ما تروحش الناس دي تاني. بقول لك ايه سيب الشغل ده. هو بينزلوك ليه، هو مطوك ليه، لذلك يعني جمله على القاسيه شويه، بس الامهات اللي موجوده في الفترات اللي فاتت من كتر خوفها على اولادهم هي بتوصل لمرحله. انا اعرف لما المدير زعق للموظفه اتصلت بيه، انت بتزعلها ليه، بتزعلي بنتي ليه، معلش خدها بالراحه ومش عارف ايه. لما اتحكى لي الموضوع قلت لهم هي غلطان، ما ينفعش تتصل، هو حر في شغله، بنتها مش عاجبها ان هو بيتزعق لها تمشي. بص والله انا ممكن ابقى مختلف معاك واقول لك الام دي ست مونيتور كويسه وبتحاول تهندل الموضوع، بس هي بتهندله ازاي؟ عارفه ان بنتها غلطانه وعايزه لا هندله مع بنتي. انا الموقف ده حصل معايا كتير وببسط من الحاجات دي على فكره، وبقول ما عنديش مشكله واسمع ايه الويكنس بوينت بتاعتها، والناس دي بقت من اقرب الناس ليا. لكن انا عندي مشكله. الكلام ده في البيزنس الصغير يا دكتور، يعني انا يمكن دي من اول نقط الخلاف ما بيننا، بس ده الكلام ده في البيزنس الصغير ممكن يتلم. هل لك ان تتخيل ان واحد ممكن يكون بيدير 10,000 بني ادم او حتى 1000 بني ادم او حتى 500 بني ادم، وجي واحد مش ببرر زيه، هو غلطان ان هو بيزعق، بس انت مش قادر تهندل ده،
خلاص امشي وسيبه، مش قادر تهندل ده امشي وسيبه. لكن توصل لدرجه ان والدتك تتصل تحاول تعالج الموضوع، او والدك يتصل يحاول يعالج الموضوع. انا بشوف انه عادي، ده وجهه نظري بغض النظر عن حجم الشركه او وضعها، لان ممكن تكون والدتها، ممكن تكون صاحب الشركه، ممكن يكون المينتور بتاع ملهاش الشركة. علاقه. انا اللي اقصده ان اي حد يخش يعمل تعديل سلوك او تنبيه او يدعم واحد ما يتخربش بيته او يمشي، اسمه اسمه اب، ما فيش مشكله. انا مشكلتي فين؟ ان الام تقف في صف ابنها حتى لو غلطان، او ان الام تاخد قرار لابنها او لبنتها، ده الغلط. لكن الصح ان اصبر على بنتي، معلش هي ما كانتش يعني بتشتغل بقى لها فتره ومقفوله عليها ودي اول مره، فخليك معاها واحده واحده. انا احترمها جدا واقدرها. بس شفت حضرتك صختها بطريقه غير اللي انا صختها بيها. لما حضرتك صختها بطريقه ايه، حد فعلا داخل يدعم. طبعا. واللي هو المفروض اصلا ده دور الهيدز اللي تحت المدير، ان هم يبقوا حاله الوصل ده. بس هنرجع بقى لنقطه، لو فكرنا ان هم مش موجودين يعني. هنرجع بس ان احنا بنتكلم برضه في الاخر على بيزنس طبعا متوسطه بتاعت دكان الحاج محمد، ان الدنيا فيه ماشيه بالحب، وان الهياكل والكلام ده مش موجود. وعلى فكره على احجام شركات بارقام كبيره يعني. يعني هنا وهنا الكلام ده موجود. درجه نموذج الحاج محمد في عالم افكار المؤسسين موجود على نماذج شرق يعني. انت بتشوف وده عادي يعني بيبقى موجود. فانا بقول لك ده من خلال تجربتي. لا انا بحترم اي حد ليه مونيتور، اللي هو بالبلدي ليه كبير، ابوه وامه واخوه صاحبه بيوجهه بيحطه في التراك. لكن انا ما ازعلش من ده خالص، بالعكس. بس بيوجهه بره الشغل، لكن هو مش له علاقه بالمدير يتصل بيه ويوجهه. والله لو الا اذا في حدود بسيطه وفي حدود حجم بيزنس بالظبط. لكن الراجل يا ستي، الراجل عنده بيزنس، عنده ناس كتير وبيوصل رساله وغيره، وهو غلطان ان هو زعق. انا مش بقول ان هو مع حق، هو مثلا غلطان ان هو زعق، هو ده مش الاسلوب اللي انت عاوزه، بس انت مش مرتاح، ما تعملش. وان كنت انا ضد السلوك ده تماما، يعني ضد سلوك ان حد يزعق الموظفين. انا كعبد الرحمن يعني انا برضو عايز افهم الناس اللي جمله موظف دي يعني ساعات بتفهم غلط. ما كل الناس موظفين عند حد. انا موظف عند العملاء بتوعي بس، وانا موظف عند الناس اللي مدياني فلوس وبشغلها لهم مثلا. والناس اللي مدياني فلوس دي اصلا شغالين عند الناس اللي هم بيبيعوا لهم الحاجه الكاستمر الاند يوزر العادي. هي دايره واحده، ما فيش حاجه اسمها موظف. انت حلقه في ترس في مكانك، انجح فيه. النهارده انت هنا، بكره انت هنا، بكره انت هنا. تعرف ان لو اغلب الناس فهموا كده العقليه هتبقى في الصم. ما هو بص، معلش انا اسف يعني، ما عادش حد فاضي يعلم حد. ماشي. انت هتتعلم بايه؟ يا اما تتعلم يا اما يتعلم عليك. فلما هيتعلم عليك هتعرف التعليم عادي. عشان كده ارجع للهرشه النفسيه. انا والله كان هدفي من الفيديو ده ايه؟ يا ابني ما تقفلش الاوضه على نفسك تقعد تعيط. يا بنتي لو عيطتي للصبح المجتمع ده مش امك يعني، واجه يا باشا. مش هتطبطب عليك. لا الفيديو ده عظيم الصراحه. فانا ده كان وجهه نظري. نفسي الفيديو ده بجد الشباب ينزلوه في الكومنتات. الفيديو ده تأسيسي بجد. ونفسي ان وانت بتتفرج على الفيديو ده، يعني اي حد انت بتتفرج على الفيديو ده اتفرج عن ان انا بتفرج على حاجه اتعلم منها. يعني انا مش محور الكون، والراجل ده ما بيهنيش، والراجل ده ما بيعيبش فيا. انا ممكن فعلا اقف قدام عيوب نفسي. انا فعلا شخص مثلا وليكن، مش بتكلم على عبد الرحمن، انا بتكلم بشكل عام. يعني انا ممكن اكون انا شخص قموصه، ممكن اكون انا شخص متسرع، ممكن اكون انا شخص اندفاعي، ممكن اكون انا شخص بحب الاهتمام وحاجات زي كده كتير. فانت اتفرج على الفيديو ده هيفرق معاك جدا في اداره نفسك نفسيا في شغلك. دلوقتي انا خلاص، انا نصحت الناس ان هو يروح يتفرج على الفيديو ده، لان فعلا يعني انا شايفه تأسيسي ومهم جدا. بس بقى بعد ما اتفرجت انا ما فهمتش ان كان عندي هشاشة نفسية او لا. وانا عارف ان ده دور طبيب نفسي، ولكن اغلب الناس للاسف اليومين دول، وده جزء من الهشاشة النفسية، ان هو دايما محتاج اكشن بلان. دايما محتاج حتى ان هو لو هيروح يقدم ورقه في الحته الفلانيه، ان انت تقول له الطريق الفلاني، تاخد التاكسي الفلاني وتروح الحته الفلانيه. بيبقى عاوز دايما حد، مش بنتعب نفسنا بالبحث والسؤال وهكذا. فعاوزين نديله حته كده يقدر يمشي منها، او بدايه طريق او اكشن بلان بسيطه يقدر يمشي منها، علشان فعلا الموضوع ده خطير جدا. والموضوع ده هيبان اهميته مش دلوقتي. الجيل الحالي هو اللي بيعاني من ده. على خلال 10 سنين دول الموظفين اللي هيكونوا في الشركات هشاشة نفسية بقى مرعبة. صحيح. يعني احنا لو بنعاني حاليا من هشاشة نفسية من جيل التسعينات او اخر التسعينات يا ربي او الالفينات، لا انت كمان 10 سنين هيبقى الهشاشة النفسية مرعبة.
حرفيا. طيب بص، انا وجهة نظري ان اولا ان الهشاشه النفسيه ده مرض لازم تروح لدكتور نفساني. في مصر بتتعامل مع الطب النفسي على انه ده الوحيد اللي ما نروحلوش، احنا نروح لشيخ لابسه جن، نروح لواحد يديله. امتى قرر اروح لدكتور نفساني؟ عشان احنا اساسا مش بنناقش الموضوع ده من حته نفسيه. تروح لدكتور نفساني لما تلاقي انتاجيتك قليله ومش قادر تحقق اي حاجه ومش قادر تستحمل اي ضغوطات وعندك ازمه في استغلال اهم موارد بالنسبه لك، وحاسس دايما ان الكل ضدك. ما هو ده بقى هيدخلك في ازمات تاني. بس اللي انا قصدي عليه كاداره مني انا، الثلاثه دول ضايعين منك، لازم تروح لحد. الحد ده بقى دكتور، مونيتور ليك، اي حاجه ماشي. انا في يوم من الايام ما كنتش مقتنع ان الواحد محتاج مونيتور، بس انا اكتشفت ان اي حد فينا محتاج مونيتور، يعني محتاج حد يوجه. مونيتور هنا انت تقصد مش منتور، انت تقصد مونيتور اللي هو يبقى شاشه ليك. يبص ان هو حد هيقول لك الموضوع في وشك كانه مرايه. بالظبط. مش منتور هيحاول ان هو يجمل لك الطريق ويقول لك انت ممكن تمشي في الحته او يرسم لك الطريق. عايزه اي مهم ان يبقى في حد، سواء مونيتور سواء منتور، المهم ان انت تروح لحد تثق في رايه ويكون حد ذو راي. بالظبط. او ذا راي يعني. بالظبط. انا بشوف ان في ناس كتير يعني من احد الاسباب اللي فيها مشكله ان الناس ما تعرفش تصلح القرار. انت اتربيت مثلا في مدرسه بتذاكر لوحدك، لا مامتك اللي بتذاكر لك وعارف المنهج ايه هو، اولى ابتدائي هي وثالثه ابتدائي ثالثه ابتدائي هي، اولى جامعه ثانيه جامعه، انت عارف المناهج وماشي طول عمرك، باباك بيديك المصروف وبتاع، انت اصلا ما عندكش اي درجه من الاندبندنت، انت مش معتمد على نفسك في اي حاجه. فمره واحده لما سبت البيت وقعدت في الشغل وجيت تشتغل، اكتشفت اصلا ان الناس اللي جت حواليا وبتدعمني مش موجوده. عشان كده سفر الواحد وهو صغير في السن، وان هو سافر واتمرمط في مواقف، اتحط في مواقف كتير، اشتغل بدري واتحط في مواقف كتير رخمه. يعني اصلا بتحط في مواقف كتير فيها تنمر وفيها تريقه وفيها مرض وفيها فشل وفيها نجاح وفيها كذا لوحدك. عشان كده انا مؤمن جدا ان رائد الاعمال الناجح مستحيل يكون عنده هشاشة نفسية. مستحيل. لان الراجل ده كل يوم اب اور داون اب اور داون اب اور داون، معايا مش معايا، كسبان خسران، بكسب بخسر بتضرب. وممكن يكون مسيطر، يعني ممكن يكون مسيطر على التشوهات النفسيه اللي كلنا عندنا تشوهات نفسيه. مثلا اللي بيتعرض للتنمر ده اثناء السفر واثناء غيره ده عمل له تشوه نفسي بصوره او باخرى، بس هو عشان مرن وعشان شخص ذكي قدر ان هو يسيطر عليه. فمش راح مارس التنمر ده على الموظف اللي تحت ايده او على موظفين الصغيرين وهو موظف كبير شويه او على المدير بتاعه او في عيله. هو كان سوي نفسيا. ما عنديش مشكله ان يبقى عندك هشاشه في نقطه معينه، بالظبط. المشكله ان انت تنهار. هي دي النقطه اللي انا بخاف منها. اللي حضرتك بتتكلم فيه الهشاشه النفسيه، ان انت عندك ديفكتس في كذا نقطه. تخش في مود اكتئاب، تقفل على نفسك الباب. هو المصطلح اللي بقول لك ده، ان انا كنت واخد درجه اهتمام عاليه ومره واحده لما نزلت للحقيقه او للواقع ما خدتهاش. دي محتاجه من المدير بتاعهم درجه من الذكاء العاطفي في التعامل مع الناس دي بشكل مختلف. خلينا نتكلم بصراحه، هو الاغلب في اي موظفين في اي حته هيبقى عندهم المشكله دي. بس مين بقى في الشركه الذكي اللي بيعرف يحتوي الناس دي وبيبص على الكي بي اي بتاعهم وعامل لهم سوت اناليسيس وشايف عيوبهم وبيذاكرها وبيعدلها وبيطورها، وهو بيسمع نصيحته مش بيجرحه ولا بيهينه وماشي معاه خطوه بخطوه. وفي اوقات لازم يعنفه وبعدها على طول لازم يهندله، لان في الاخر انا فاهم ان كل واحد بعقليه مختلفه. طبعا حتى لو الاثنين لسه فريش وجرين، فكل واحد بعقليه مختلفه. تساوي او شبه التربيه. اداره الناس تشبه او تساوي التربيه. انت لو انت راجل عندك رساله وليك دور في الحياه، هتكتشف ان انت التيم اللي شغال معاك ده مش مكان، هم بشر، يعني بيبقوا اسمين ميستيك، دايما هيبقى عندهم اخطاء. فانت محتاج تقرب وتشدده وقاربه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. ما يكونش انت مبالغ ان انا طالب منك انا بديك مرتب، لا ده واحد غلبان وحد غلبان لسه بيبدا حياته، محتاج منك طريقه معامله معينه وتحتويه معينه وتبقى حازم في مواقف معينه. في باد سيكتور لازم تفرمه، ما تطبطبش عليه، لان ده لو اتساب هيبقى فيروس في الشركه ويدمرها. عاوزين بقى نقفل المايند سيت دي. ازاي يكون عندي عقليه كويسه جدا كملخص لكل اللي احنا قلناه، سواء انا موظف او سواء انا بيزنس اونر، تخليني اعرف اوصل لاحسن نتيجه ممكنه. زي ده انا فتحت نقطه هتعمل لنا خلاف في الاول، ان هو مش بكتر السعي، هي الفكره في العقليه. طب انت قلت لي دلوقتي قعدت تديني امثله ما اديتنيش مفتاح للنجاح. فهو كل واحد هيكون مستني في اخر الفيديو ده انه يسمع ايه يا عبد الرحمن او يا دكتور عمرو، انتوا فين في الاخر؟ انا عاوز العقليه بقى السليمه، هعمل ايه؟ انت محتاج تطلع على معلومات تجعلك اكثر مرونه وانك تشوف الدنيا بشكل مختلف.
ده يجي بقى من كتاب، يجي من بودكاست، يجي من حد نفسي بيوجهك، يجي من حد كوتش ليك، يجي من حد رباك من الاول كده. مهما تربيت ايجابيات، متغيرات الحياه كبيره، فانت محتاج حد معاك وانت ماشي. عشان كده حتى الشركات لما الشركه عندها حد استشاري بيوجههم ويقول لهم الصح والغلط ايه، غير شركات ما بتشتغلش كده. فده يعني مش تيجي بقى النشأة بتاعت الشركه دي ايه، هو الحياه بتتغير بشكل عنيف جدا، انت محتاج تغير من جوه دماغك. لذلك القران مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم. انت في الاخر في كتاب ربنا عمل لك ليه ورد كل يوم بتقرا منه عشان يهديك صراطك المستقيم. فانت اصلا كل اللي احنا بنقول عليه الحشاشه والاستمتاع بالحياه والكلام ده نوع من انواع الهدايه. فانا شايف ان الاصل انك تطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقك الهدايه، ويرزقك انك تبقى على الصراط المستقيم اللي يجعلك تتمتع بكل النعم اللي ربنا اداها لك، من غير ما تبقى حاصرها في فلوس بس، او في اولادك بس، او في جواز بس. فهتشوف ان كل حاجه عاديه، وان كل حاجه هاديه، وان الحياه ابسط من كده بكتير، وان مش لازم نقعد نقطع في بعض ولا نتنمر على بعض، ولو حصل عادي يا عم وتسامح الناس والدنيا ماشيه معاك. فالمخزون ده كله هو بيجي من تغيير دماغك، ان انت تشوف حياتك جايه ازاي، وربنا خلقك ليه، وايه المفروض تعمله. الاجابه على الاسئله بسموها الاسئله الكبرى دي بتريح الواحد في انه بيشوف كل حاجه في حجمها الحقيقي. ده وجهه نظري. يعني نقدر نلخص الكلام ده او الحلقه دي ان اللي احنا ناقشناه في الحلقه هو شبه عوامل اساسيه لتشكيل عقليه البيزنس اونر او الموظف، وان اللي عاوز فعلا يغير عقليته ان هو يبدا يغير طريقه تفكيره في الحياه في مواضيع معينه، ان هو دايما ما يبصش النظره الدونيه للاشياء. صحيح. ان انت لو ابتديت تتخلى عن النظره الدونيه للاشياء وابتديت يبقى عندك مرونه فكريه، ده هيوديك لحته ان انت بتتغير فكريا في نظرتك لحاجات كتير جدا. زي مثلا انت مستعجل على الرزق، بس انت خلاص بقيت فاهم ان الرزق هيجي وقت ما ربنا عاوز يجي. صحيح. فهدوءك ده هيشيل من عليك الضغوط، وهيشيل من عليك الاعباء، فهيخليك تبتكر اكتر وتوصل لحته اكتر. طيب انا ما قدرتش اوصل لده مع نفسي، خلي ليك منتور، خلي ليك او يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون رب. انا دايما بشوف ان الناس يعني خلي ليك صحاب عندهم الحته دي. يعني انت حسب ما انت اصحابك مين انت هتبقى مين. يقولوا دي كمان الصاحب ساحر دي. انا بشوفها برضو من الحاجات اللي الناس بتنساها تماما. يعني ممكن تلاقي ابهات وامهات كتير بيهتموا بكل حاجه الا ما مش عارفين ولادهم مصاحبين مين، وولادهم دول بيفكروا ازاي، وبيوتهم عامله ازاي. لا فانا لذلك انا بشوف حتى في الشركات، حتى في البيزنس والشركات والموظفين، تنجح وتكبر حط نفسك حوالين في ناس. مثل بيقول لك من جور السعيد يسعد. بالظبط. وده انا على فكره هو بيجي انا مؤمن بيه جدا. دي حقيقة يعني فعلا موضوع كبير اللي انت فتحته معانا، ويا رب نكون احنا غطينا مع بعض انا وانت حاجات. انا اتعلمت حاجات والله وفهمتها منك عجبتني، ونتمنى الناس كلها تكون كده ان شاء الله. لما درسنا انا والتيم ايه المواضيع اللي احنا عاوزين نتكلم عليها، لقينا ان عند حضرتك محتوى ثري جدا على بيج مظلة. المحتوى ده حرفيا هو بيناقش نفس الرسالة اللي احنا بنناقشها اللي هي المايند سيت. ولو الناس رجعت للمحتوى ده هيكمل لهم البودكاست اللي احنا بنتكلم فيه ده. انا استمتعت معاك جدا يا دكتور عمرو النهارده، وحبيت جدا ان انت اول محاور معانا النهارده، لان انا مش حابب الموضوع يبقى ضيف ومضيف. حسيت النهارده ان الموضوع ساري جدا. انا عن نفسي انبسطت جدا، وان شاء الله الناس يعني ينبسطوا. وحابب برضو اسيب حاجه، يعني الناس لو حابين يسالوا على حاجه، احنا مش دكاتره نفسيين عشان الناس تكون فاهمه، احنا مش دكاتره نفسيين خالص. احنا كنا بنحاول نربط العقليه بالبيزنس، وده كان اول حلقه في المايند كاست، وشكرا جدا لكم.